ليه تشتريها من بره باغلى الاسعار لما ممكن تعمليها في البيت وبأقل من ربع تمنها؟ اساور الكنافه او عيش البلبل، هقول لكم على اختراع سهل وبسيط وهتعملوه في دقايق. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تعالوا بقى نشوف كاندي عامله لنا اختراع خطير وسهل وبسيط وسهلت علينا كتير قوي، وهجربها لاول مره في القلايه. عملت معاكم الكنافه العاديه اللي هي الشعر في القلايه الهوائيه، بس دي بصراحه اول مره اعملها، يعني تجربه جديده في القلايه. تعالوا نشوفها مع بعض. انا حطيت ورق الزبده كده، انا مش بسخن القلايه ولا اي حاجه، هتلاقوا كل تجارب القلايه عندكم في القناه، هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. هحط الاساور كده في القلايه زي ما انتم شايفين، تمام. وما شاء الله الكميه حلوه قوي، العلبه فيها تقريبا 45 قطعه، يعني ما شاء الله كميه كويسه جدا وبسعر كويس قوي. زي ما انتم شايفين حطيت الكميه على قد القلايه او على قد الورقه، وهحط بقى عليها سمنه. دي سمنه ممكن بلدي نباتي، ممكن تحطوا زيت، ممكن ما تحطوش حاجه خالص وهتتحمر معاكم برضو. بس انا عشان اول مره اعملها في القلايه فدهنتها. انا عملت بقيه الكميه في الفرن، وهقول لكم ايه احلى، الفرن ولا القلايه. اخترت كده برنامج الام، تمام. وهختار درجه الحراره، اعلى درجه حراره اللي هي 200، وهختار 10 دقايق الوقت، تمام كده. هنشوف في نص الوقت هتوصل معانا لحد فين. زي ما بقول لكم كل مره اي حاجه بنحطها جديده في القلايه لازم افتح في نص الوقت اشوف. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بدات تاخد لون، بس طبعا اللي من جوه بيبقى لسه مش ما اخدش لون، فانا هلفها، تمام. يعني هخلي اللي متحمر من جوه واللي مش متحمر من بره زي ما انتم شايفين كده بالظبط. قولوا لي تجاربكم ايه في القلايه وجربتوا فيها ايه وظبط معاكم. انا عملت معاكم قائمه بحالها فيها حاجات كتيره قوي قوي، واستنوا ان شاء الله في تجارب كتيره. شوفوا ما شاء الله اصلا في 5 دقايق بدات تاخد لون، وزي ما قلت لكم الجنب اللي هو ما اتحمرش ده كان من جوه، تمام كده. فانا هقلبها، وزي ما انتم شايفين كمان ادت لون من تحت رغم ان انا حاطه ورق الزبده. انا هنا بقى كل دقيقه او كل دقيقتين هفتح عليها، يعني زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا بالظبط، يعني مش هخليها تكمل 5 دقايق. كان هنا فاضل دقيقتين وفتحت عليها، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، يعني اللون خطير يا جماعه. عايزه اقول لكم ان هي اسرع من الفرن بكتير. يعني انا ما قلت لكم انا عملت جزء هنا في القلايه وجزء في الفرن، لا بصراحه القلايه اسرع بكتير من الفرن. وكان معايا بقى الشربات اللي هو بتاع الكنافه، هنقول كوبايه سكر عليها نص كوبايه ميه عليها عصره ليمونه، وممكن تحطوا فانيليا، تحطوا سمنه بلدي، تحطوا مثلا معلقه او نص معلقه عسل كلوكوز، وتسيبوها على النار من 7 ل10 دقايق ويبقى تمام معاكم. بس يبقى العسل بارد، والمفروض ان هما بيحطوا عليها وهي سخنه اول ما بتطلع، بس انا سبتها تهدى شويه عشان تفضل مقرمشه معايا، ودهنتها كده بالعسل زي ما انتم شايفين، يعني رشه كده بسيطه عشان برضو ما تبقاش حلوه قوي، لان انا هحط عليها صوصات. هقول لكم بقى افكار الصوصات ديت. مربى حليب بتتجاب من عند اي مستلزمات حلويات، تمام كده. وطبعا كل الصوصات هتلاقوها برضو لو ما عطار كبير او سوبر ماركت كبير او اي مستلزمات حلويات هتلاقوا عنده كل الصوصات دي. انا حطاها في كيس حلواني وحاطه لها القمع الصغير ده، تمام، عشان تديني شكل حلو. بس عادي انتوا ممكن باي كيس تلاجة تفتحوا منه فتحه كده صغيره وهيبقى معاكم تمام قوي. والصوصات هتشوفوا معايا دلوقتي هستخدم صوصات ايه، بس انتوا ممكن تعملوا اي حشو انتوا عايزينه. ممكن تعملوا مهلبيه، تعملوا كاستر، تعملوا كريم شانتيه، المتاح عندكم واللي انتوا بتحبوه اعملوه. ودي بديل النوتيلا، مخففاها بزيت طعام. اي صوصات بقى هتشوفوها معايا دلوقتي انا مخففاها بزيت طعام، يبقى نظيف ملوش طعم ولا ريحه، تمام كده. يعني هنقول كل تقريبا معلقه او معلقتين نحط معلقه زيت، يعني كل معلقه من الصوص او معلقتين من الصوص نحط معلقه زيت، لحد ما انتوا تشوفوا القوام المناسب، اللي هو ولا يبقى زي الميه خالص ولا تقيل قوي، يبقى خفيف كده زي ما انتوا شايفين بالظبط، تمام. ممكن برضو تحطوه في كيس حلواني بس مش مستاهله. يعني انا حطيت تقريبا من كل صوص معلقه او معلقتين من الصغيرين اللي انتوا شايفينها دي بالظبط، لان هي ما بتاخدش حشو كتير، لان هي صغيره ومش مليانه. بس بصراحه خطيره. انا اشتريتها من بره على فكره من مكان معروف جدا، وغاليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا.
عملت صوص البيستاشيو او الفستق، وحطيت كمان صوص اللوتس. انتوا ممكن تكسروا بسكوت وتحطوه عليه، ممكن تحطوا مكسرات اللي انتوا حابينه بقى والمتاح عندكم، بس انا قلت كفايه صوصات، هي حلوه قوي كده. ودي نوتيلا بيضه جميله برضو، كان طعمها خطير بصراحه. كل اللي اكل منها عجبته الحمد لله، بألف هلا عليهم، خطيره قوي، جربوها وسهله جدا ومش هتاخد وقت منكم. اخلص بقى كل الكميه معايا بنفس الشكل، وتعالوا شوفوا بقى الجمال والحلاوه، حاجه كده شياكه في منتهى الجمال. الطعم خطير جدا بصراحه. انا ما بحبش الكنافه عامه، بس انا اكلت منها عجبتني قوي وخفيفه ولذيذه. جربوا وارجعوا قولوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.